السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. كان ديفيزيون ماني باش يوريك لا كاليتي ولا با سيت كاليتي. باهي المغرب قادر يربح البرازيل تو في ماتش. وعلاش ليه؟ وعلاش ليه؟ وعلاش ليه؟ باللي وراوه في كاس العالم، بالنجوم اللي عندهم. ودون شك المغرب اقوى فريق عربي تو. شو افريقي على مستوى الافريقي المغرب اقوى فريق افريقي تشوفه حاليا اقوى فريق افريقيا نصف نهائي كاس العالم خويا. راهو يا ناس نصف نهائي كاس العالم، وعلى باب قوسين كيفاش يقولوها ولا ما نعرفش يقولوا بالعربيه، اللي كان ينجم يمشي الفينال. راهو خطوه على الفينال اكثر ولا اقل. على مواجهه المنتخب المغربي ومنتخب السامبا، اسود الاطلس ضد السامبا نهار 25 مارس في طنجة. كابتن حتى احنا لعبنا زاد مع البرازيل، معناها ما موش جديد انه منتخب البرازيل يلعب ضد منتخب عربي مباراة ودية. لعبنا في بارك دي برانس، خسرنا 5-1 قبل كأس العالم، وانت كنت ضد المباراة هذه. قلت علاش نلعبوا مع البرازيل اقوى من المرة هذه المغرب والبرازيل. المغرب والبرازيل بارتي باهية بالمغرب اللي ريناه في كأس العالم وبالنجوم تاع البرازيل. المغرب عمل نتيجه خير من البرازيل في كاس العالم. ربي زيد ثبتوا لي لو 25 مارس يمكن عيد العرش زعما عيد الجلوس. الفريق الاعدادي نجم يمكن مره مشينا احنا في كاحتفال يعني. كل احتفال معناها عندهم في المغرب الاشقاء عندهم ليفينمون هذا ايفينمون معناها يحترموه يترقبوا فيه في كل سنه. تبقى يا خويا شو معناها مش تكون مباراه خارق العاده فيك اون بلاي دو ستار. يفو دي لا فيريتي خويا. تشوفوا ناحي مشاش بد بثلاثه اول ماتش تاعو مارك ياخذ في 365 الف يورو في الشهر. ثاني اغلى سالير في مارسي، تقريبا 4 مليون يورو ونص ممكن يجيو في العام. معناها شو هذا ناحي كان ديفيزيون ماني باش يوريك لا كاليتي ولا با سيت كاليتي. باهي المغرب قادر يربح البرازيل تو في ماتش. وعلاش ليه؟ وعلاش ليه؟ باللي وراوه في كاس العالم، بالنجوم اللي عندهم. ودون شك المغرب اقوى فريق عربي تو. افريقي على مستوى الافريقي المغرب اقوى فريق افريقي تشوفه حاليا اقوى فريق افريقيا نصف نهائي كاس العالم خويا. راهو يا ناس نصف نهائي كاس العالم، وعلى باب قوسين كيفاش يقولوها ولا ما نعرفش يقولوا بالعربيه، اللي كان ينجم يمشي الفينال. راهو خطوه على الفينال اكثر ولا اقل. راهو جاو لي زوكازيون ودي قاب قوسين سامحوني فهمتي ولا؟ انا خلطتها مش مشكله معناها نعتذر. معناها شو لوريس منا زوج 3 بونت راهو، وفما فازات اللي وصلوا 6 متر كان يماركيو. دونك معناها اذا بقاو في ذلك المستوى ان شاء الله المنتخب المغربي يظهر بالمستوى اللي ريناه به في كأس العالم في مونديال قطر 2022. توافق الكابتن انه المغرب قادر انه يهزم البرازيل في مباراه؟ قادر انه يهزم البرازيل وان ينافس البرازيل في الوقت الحالي كما قال، معناها كي وصل للدومي فينال وخسر يعني افيك معناها دي ديتاي مع المنتخب الفرنسي. تفاصيل قليله بالضبط. والاورجانيزاسيون تاع الماتش هذا باش يساهم كيف في اشعاع المغرب، ترويج لصوره المغرب اكيد، وترويج لصوره المغرب وتمهيدا لتنظيم كاس افريقيا. خاطر نحن كي لعبنا مثلا مع البرازيل لعبنا في بارك دي برانس، ما لعبناش في تونس، معنا حتى ملعب. لا لعبنا في تونس 4 خسرنا. يليق بنجوم. لا عام قداش كابتن؟ لا مش عام هذاك التاريخ يقول ان المنتخب التونسي لعب مع البرازيل في كذا وخسرنا 4-1 ومحدين حبيته نحييه من نابولي العرب سجل الهدف الوحيد لتونس. ما تنجمش تنحيها من التاريخ. نحكي لك على شو انتم تو الشباب. نحكي لك على توا يا كابتن. انا نحكي لك على توا العصر توا كل شيء ما فسختش يا كابتن. انا انتم جيل نتاع برشلونه. الكوره مش ما جاش مع برشلونه، الكوره راهي كانت قبل برشلونه وقبل ليفربول وقبل كذا. لحظه كابتن. دونك عايش خويا. لا الكابتن يهاجمني لا يهاجمك. يا كابتن اسمعني، هذاك نحكي على الوقت تاع قبل. انا توا مش قبل هذاك الوقت تاريخ ما يتبدلش. سمعتني اش قلت؟ انت ما خليتنيش حتى كمل جملتي. تاريخ. ما عندنا حتى ملعب يليق بنجوم البرازيل. نحن يا ولدي لعبنا في المنزه قبل نجوم البرازيل. قبل ملعب المنزه كان باهي يا ولدي السبعينات. يا ولدي المنزه وجاونا دي شامبيون دو موند اون تيتر. وين سكنوا؟ هاي وين سكنوا؟ هاي
وين؟ سكنوا في الزهره في حمله إيه. غادي في الزهره كاب. مش في حمله في اوتيل فما فك علينا مش باهي قلنا في عملنا له أوتيل. بوب نحن لا، ما- ولا الاوتيل كيكو برا. الاوتيل قبل يعني قلت لك قبل توا إيه. ما نحبش نرجع انا الوقوف على الاوتيل قبل ملعب المنزه والاوتيل اللي حكيت عليه كانوا في صوره وفي حله ممتازه تو ما عادش يا كابتن وكانت البرازيل ما تطلبش المليارات باش تلعب تي بون هذاك وقت لا ما هذا عندها وقت. قيمه كابتن عندها قيمه مم. عندها قيمه لكن راهو ولكن فما حاجه عايشكم- كابتن عايشكم- اون كونتر عايشكم. بارتي ربي فما حاجه يفضلكم. إيه. راهو تاريخ واحد لا يتجزأ مم. فهمتني كيما اكبر خطا عاملينه في كره القدم والله العظيم نحب نهار نشوفها يقول لك ما قبل الاستقلال وما بعد الاستقلال انا شيء ما فهمت معناها فما ديتيتر جمعيات عندهم ديتيتر ايش معناتها ما قبل الاستقلال نحيهم فسخوهم معناها واحد ما فهمتش انا يعني معناها بدي واحد كابتن خذا موافقك الباك في اسمع. هذه. واحد موافقك واحد في خذا الباك قبل الاستقلال حمام لمف قداش عندك قبل الاستقلال قد كابتن وماهمش أحسن من محسوبين الغدوة. ماهمش محسوبين احسن قداش من الغدوه احسن من الغدوه شكون الانديه اللي عندها يا ودي احسن ممكن من الغدوه تعطينا ملاعبيه دي تيتر الترجي قبل والنجم الاستقلال. الساحلي والمرحوم سي سلاح الدين بي عم سلاح كانت عنده عين وجاب لنا المير زونترونور وعمل جمعيه سي لونيك اول واحد اسس فريق محترف في افريقيا هو سي سلاح الدين الحسيني اللي عيطوا له في حمله في عم سلاح الله يرحمه البراش لا لا يرحم هكا توا قصه اخرى مش تحلها لي هذه. اما انت كابتن ما فهمتنيش لا، انا لا، نحكي فاهمك، انا فاهمك. نحكي شو لمحمد انتم قلت له عندكم قلت له ما هما قبل جابوا وما بعد لا لا ولا لا فهمتني يا كابتن ولا لا فهمتني انا نحكي له قلت له هما جابوا معناها البرازيل توا في الوقت الحالي في ملعب في المغرب احنا مشينا لبارك دي برانس ما فهمتنيش انت كابتن ما عندناش ملعب يليق توا ما تجيكش كابتن هي وقتها بالبرازيل. هي عملت الشروط نتاعها جورتها كل في اوروبا باش يلعبوا غاديك كان جا عندك ملعب باهي يجيوك يا كابتن لا يجيوك ولا يجيوك كان جا عندك ملعب باهي يا كابتن يجيو خير ما لعبناش هنا زاد كيف ما يجيوكش لهنا جمله الركراكي يفاوض ابراهيم دياز لاعب الميلان تراه ممكن ما مش نقول صفقه ابراهيم دياز لكن انضمام ابراهيم دياز للمنتخب ولعب عنده اصول مغربيه معناها من ريال مدريد يلعب في ميلان من سنتين بري نستخدم على رواحه تحضر للمستقبل. ابراهيم دياز ينجم يكون اتو كبير للمنتخب المغربي بيان سور وكيما تزاير كيف عنده 3 ولا 4 اسامي قاعده تخدم عليهم واحنا عندنا 3 ولا 4 اسامي نخدموا عليهم ان شاء الله ربي يوفق الناس الكل. لكن احنا الاسامي اللي تحكي عليهم صعيبه انه يجيو المنتخب الوطني التونسي شوف ان شاء الله يجيو الشرميتي والغربي ان شاء الله يجيو ان شاء الله يجيو بعد ان شاء الله يجيو